اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني قوي. انا عارفه ان انا بقالي فتره ما بنزلش فيديوهات. بس ان شاء الله باذن الله هبدا ان انا ارجع لكم تاني وانزل فيديوهات. طبعا ما تنسوش بقى دعمكم ليا واشتراككم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. دلوقتي بقى احنا بنعمل ايه؟ هنعمل كبد وقوانص مع بعض، هنشوف احنا بنعملها ازاي. طبعا عملتها قبل كده معاكم بس من غير بصل، بتشوحها من غير بصل من غير اي حاجه خالص. شوحتها معاكم قبل كده من غير اي حاجه خالص. النهارده هندخل فيها بصل، وهندخل فيها فلفل وطماطم وكده. دلوقتي احنا معانا بصلايه كبيره زي ما انتم شايفين، انا معايا كميه نص كيلو كبد وقوانص. معايا بصلايه كبيره، بقطعها مكعبات صغيرة. عايزة تكبري التقطيع مفيش مشكلة. ده بقية الفلفل. بحطها كده في معلقة سمنة على معلقة زيت. مجرد ما هي تدبل معايا لونها يتغير بقوم جاية حاطة الفلفل بتاعي. طبعا ده فلفل قرنين، فلفل كبار كده رومي اخضر. لو عندك فلفل الوان وحابة انك تضيفيه مفيش مشكلة. اه تبداي بقى ايه ندخل الفلفل كده برضو لونه كده يبدأ اللي هو يديني اللون اللي هو اللي اصفر كده على خفيف، اللي هو يدبل يعني اهو. هننزل بالكبد والقوانص هننزل بالقوانص الاول. هنوطي النار شويه عشان لو النار عاليه. هننزل الاول بالقوانص عشان هي بتاخد سوا عن الكبد ما بتاخدش سوا معايا. الكبده ما بتاخدش وقت في السوا خالص. اهو نبدا بقى تجيب كده من على الحروف عشان كله يستوي بعد. بصوا اهو. طبعا هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. كل حاجه عندك متوفره عندك في البيت. الخضار طبعا بيبقى متوفر عندك في البيت، طبعا بتشتريه يعني. دلوقتي كده القوانص بتاعتنا اهيت اهي. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. غسلها بالخل، حاطه فيها خل وغسلته بيها. طبعا ما بسيبهاش في الخل ولا هي ولا الكبده عشان الكبده كمان ما تتهريش في الخل. وحطيت فيها عصرت عليها ليمونه كده وسبتها بقشر الليمونه فيها شويه. طبعا ما فيهاش ولا ريحه زفاره ولا غيره. بصوا اهو، ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه. دي كده الاول اهي. هتبدأ بقى كده تغير لونها معايا اهو. تبدأ كده ايه. طبعا هي بتصرف المية اللي فيها، مع ان برضو احنا مصفينها كويس، بس الفلفل بيسرد المية اللي فيه وهي بتسرد المية اللي فيها. طبعا احنا دلوقتي هي زي ما انتم شايفين شوحت اهي، لونها بدأ يتغير اهو. هنزل بالتوابل بتاعتي. قبل ما انزل بالتوابل هنزل بفص توم كده في النص كده. ماشي، هفرم الفص التوم وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين فص التوم اهو. طبعا البخار. همسح الكاميرا اهو زي ما انتم شايفين. فص التوم هنا مقطعاه ناعم خالص، هو فص واحد. هبدأ دلوقتي ان انا ادخل البهارات بتاعتي. معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة فلفل كمون، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة فلفل يا رب كمون، ربع معلقة من الفلفل الأسمر. طبعا انتوا عارفين الفلفل الأسمر. معلقة من الملح، معلقة صغيرة اهو. طبعا القوانص فيها اهي. البخار اهو. هبعد شوية كده. فص التوم ده لو انت حابه تستغنى عنه مفيش مشكله، بس بيدي ريحه وبيدي طعم. انا على فكره مش مكتره، هو فص صغير على فكره كمان، يعني فص توم صغير. لو انت عايزه تكبريه مفيش مشكله، بس انا حطيته كده ايه. هيغير معاكي كده، هيدي كده ريحه كده وكمان طعم ما اقولكيش. الفص الصغير ده اهو. هبدا بقى كده، هبدا ان انا اوطي
احط شويه واسيبه لحد ما القوانص تستوي، وبعد كده هنزل بالكبده بالطماطم الاول. هنزل بطماطميه كده كبيره مخرطاها مكعبات صغيره، وبعد كده هنزل بالكبده بتاعتي، وبرضه اوطي عليها لحد ما الكبده انها تتشوح، وما اقلبش فيها كتير عشان الكبده ما تتهريش مني. اوطي بقى دلوقتي كده، وبعد ما القوانص تستوي هرجع لكم تاني. كده بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين القوانص بتاعتي خلاص كده دخلت في السوا. طبعا ده الغطا يعني. اهو بصوا فص الثوم اللي احنا حطيناه طبعا فرق جدا يعني. هنحط كده الطماطميه بتاعتي اهو. اهي طبعا انت مش حابه الطماطم بتاعتك تبقى صحيحه كده، يعني ما تبقاش مهريه قوي في السوا زي الفلفل يعني، او متبله قوي. حطيها ورا الفلفل على طول. تمام، يعني بعد ما تحطي البصل والفلفل حطي الطماطميه بتاعتك على طول. بس انا حابه ان الطماطم بتاعتي يبقى إيه صحيحه كده، ما تبقاش يعني كده كده هي هتستوي مع الكبده، فاهمني؟ فانا حابه ان انا احط الخطوه بتاعتها في الاخر. هنبدا دلوقتي بقى نحط الكبده بتاعتنا. هنبدا كده نحط الكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان انا موطيه النار ما فيهاش ما عملتش صوت كده بقى زي ما انتم شايفين. هبدا هعلي النار حاجه بسيطه اهو. هدخل كده اهو، هدخل المكونات دي كلها ببعضها. طبعا اسف على الصوت ده عشان صوت ابني اهو. هي تقلبتين كده بس كده، وهسيبها واوطي عليها زي ما انا قلت لكم الخضار بتاعي يسرد ميته، والطماطم هتسرد ميتها. ده هتخلي الكبده بتاعتي تستوي تمام كده. هغطي عليها بقى واسيبها لحد ما تستوي. بعد كده اشوف ملحها، كانت عايزه ملح احطه لها، مش عايزه يبقى انا اكتفيت بمعلقه الملح الصغيره اللي انا حطيتها. وطبعا الملح حسب الرغبه تمام كده. على ما الكبده بتاعتي تستوي وارجع لكم تاني. كده بقى زي ما انتم شايفين حبايبي الكبده بتاعتنا استوت. طبعا احنا ما بنهراش في السوا. هاي غلوتين كده ولا 3 غلوات بتبداي بقى تفتحي الحله بتاعت العطاسه بتاعتك وتشوفي استوت ولا لا. تمام كده. بصوا اهي هي فيها شويه صوص كده بسيط خالص. لو انت مش حابه الصوص ده ممكن تنشفيها خالص، لو انت حباه ممكن تسيبيه. طبعا بما اننا بنحبه كده بالصوص ده فهنسيبه كده. ده كان فيديو النهارده. هنطفي بقى كده خلاص عليه كده طفينا. ده فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واتمنى ان هو ينول اعجابكم. طبعا انا حطيت ربع معلقه ملح كمان عشان تبقى الملح مظبوط كويس جدا. انا عرفتكم ان انا هقول لكم على كل حاجه انا بعملها، وده يبقى ليكي حريه الراي في الملح بتاعك. تمام كده. يا رب اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو على خير، واشوفكم في فيديوهات كتير على خير، ومع السلامه.